تابع الفيديو ده لو انت عايز تتعلم ازاي تشتغل اونلاين باستخدام مهارة بسيطة جدا هتتعلمها بكورس مجاني 100% وتسحب فلوسك بسهولة جدا على مصر. وقبل ما ادخل على الشاشة بتاعتي واشرح لك كل حاجة بالتفاصيل المملة احب الفت نظرك لثلاث حاجات. اول حاجة ان اي لينك هقولها في الفيديو ده هتلاقيها موجودة في اول كومنت اللي هو الكومنت المثبت. تاني حاجة ان انت لو مش جرافيك ديزاينر وهي المهارة اللي انا هشرحها النهاردة وهقدم بيها خدمات النهاردة قدامكم فتكتب لي في الكومنتس تفاصيل وانا هبعت لك كورس مجاني 100% تقدر تتعلم منه المهارة الكافية ان هي تخليك تقدر تعمل الحاجات اللي انا هعملها قدامك النهاردة. وتالت حاجة اكيد بتسأل نفسك هو مين اللي بيكلمني وانا اخد منك المعلومة ليه واصدقها. فاحب اعرفك بنفسي انا خالد سعيد بشتغل فريلانسر من اكتر من 12 سنة وانا الفريلانسر الاعلى تقييما على موقع freelancer.com في الوطن العربي كله. فلازم تصدق اي كلام انا هقوله لك لان انا مريت بيه قبلك. الفيديو ده هيكون فيديو من 3 فيديوهات تحت عنوان اسهل واحسن 3 مواقع تقدر تبتدي شغل عليهم كفريلانسر. وكلامي هنا موجه للناس المبتدئين اللي لسه بادئين فريلانسنج جديد. اول واسهل موقع ممكن تبتدي عليه شغل كفريلانسر هو منصة خمسات للخدمات المصغرة. طب يعني ايه خدمات مصغرة وايه السهل اللي في الموقع ده اللي يفرقه عن بقية المواقع؟ الموقع ده هو النسخة العربي لموقع فايفر. طبعا كلنا عارفين موقع فايفر ان هو انت بتقدم خدمة بسيطة ممكن تعملها في دقائق معدودة وتاخد عليها $5. الفكرة هنا ان انت بتقدم خدمة بسيطة جدا زي مثلا تصميم اللوجوهات، تصميم التيشيرتات، تصميم السيفيهات، وهي خدمة مطلوبة جدا على منصة خمسات، ودي بتكون الخدمة المصغرة بتاعتك. وتقدر انك تضيف عليها خدمات اضافية بسيطة وتزود $5 دي تبقى 10 و15 و20. زي مثلا انك تقول لعميل انا هعمل لك سي في واديك الصورة بتاعته $5. طب لو العميل عايز ياخد السورس بتاع السي في عشان يقدر يعدل عليه بعد كده هتقول له لا هتزود كمان $10. طب لو العميل بتاعك عايز مراجعات اكتر من 5 مراجعات هتقول له لا $20. وده مفهوم الخدمات المصغرة، ان هي خدمة صغيرة وبتبتدي انك تبيلد اب عليها بخدمات اصغر فتاخد فلوس اكتر. وفي البداية هتاخد اللينك من أول كومنت وهتيجي على موقع خمسات وهتسجل حساب جديد. بعدها هيوديك على الصفحة دي وهنا هتدخل البيانات البسيطة جدا دي علشان تعمل حساب جديد اللي هي زي اسمك باللغة العربية، اسم العيلة باللغة العربية، البريد، وكلمة المرور. واسمك واسم العيلة لازم يكون باللغة العربية لأن البلاتفورم كله موجه للعرب. وبعدها هتعمل تسجيل. بعدها بتدخل على الحساب بتاعك وبتلاقي ان في حاجات هنا زادت منها اضف خدمة. فدي الخدمة اللي انت هتقدمها على الموقع وهتعمل اضافة خدمة. وركز معايا في الصفحة دي جدا لان في اخطاء لو عملتها ممكن الموقع يرفض الخدمة دي وممكن يقبلها وما تلاقيش حد ياخدها خالص من العملاء. الحاجات اللي هتضيفها هنا مش كتير ولكن لازم تضاف بعناية. هتقولي طب أنا أعرف منين أدخل البيانات دي شكلها يكون عامل إزاي؟ طب الشكل الكويس يكون عامل إزاي؟ البيانات اللي هي تكون سليمة محطوطة بشكل محترم إزاي؟ هقولك إحنا ما بنخترعش هنا، في ناس قبلك عملوا الخدمة دي فالمطلوب منك إنك تروح تشوفهم. هتيجي هنا في الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع وهتكتب إنك عايز لوجو، هتضغط كده هتلاقي الناس اللي بتقدم خدمة تصميم اللوجوهات أو الشعارات ظهرت قدامك. كل المطلوب منك إنك تتعلم منهم، بص عليهم بيكتبوا إيه في العناوين بتاعت الخدمات بتاعتهم. وهتيجي عند واحد فيهم اللي هو يكون من التقييمات العالية، يعني مثلا يكون حد زي كده عامل 172 شعار، 155 شعار، 143، 448. وتشوف الناس دي كاتبة الشعار بتاعها ازاي وعامله الحاجات دي ازاي. بس اوعى تاخد حاجه كوبي بيست من بني ادم. دي نصيحه في شغلك. وفي اي حاجه تانية حاول انك ما تاخدش كوبي بيست من اي حد. وهقول لك دلوقتي على طريقه سهله جدا تقدر تعمل بيها حاجات تكون مميزه ومحدش استخدمها قبل كده ومن غير ما حتى تكتبها. هنرجع تاني للفورم بتاع إضافة خدمة جديدة بعد ما تكون بصيت وأخدت خبرة من الناس اللي بتقدم نفس الخدمة بتاعتك وقدام على الموقع وأخدت منهم التيست بتاع كتابة العناوين والأوصاف. هتاخد عنوان الخدمة بتاعك هتكتبه على سبيل المثال تصميم لوجو احترافي ومتقن. التصنيف بتاع الخدمة دي هي تصميم، والتصنيف الفرعي بتاعها هو تصميم شعار. هتروح لوصف الخدمة وهتقول لي أنا بصيت يا عم خالد ومش عارف برضو أكتب. هقول لك طريقة سهلة جدا تقدر تعمل بيها description من غير ما تتعب في التفكير فيه خالص. هتروح على تشات جي بي تي وهتقول له أعد
صياغة هذا الوصف بطريقة أخرى واحترافية. طب الوصف ده انا هجيبه منين؟ هتخش على الناس القديمة على الموقع وتاخد نفس الديسكريبشن بتاعهم كوبي. طب انت لسه قايل لي ما تعملش كوبي بيست. انا قلت لك ما تعملش كوبي بيست للحاجة في بروفايلك، بس شات جي بي تي لما تحط له الكلام اللي انت عايز تعيد صياغته هو هيكتبه لك بشكل جديد خالص ملوش علاقة بالشكل القديم، فتقدر انك تستخدمه على البروفايل بتاعك، لان انت مش عارف، انت في البداية هتكون مش عارف اكتب ايه، الشكل عامل ازاي، ايه الحاجات اللي تتقبل وايه الحاجات اللي ما تتقبلش. فشات جي بي تي احسن منك في الجزئيه دي. انا هنا اخدت الديسكريبشن بتاع حد موجود على الموقع وهعمل اعاده صياغه ليه، فهو اخد لي الكلام وظبطه لي بشكل مختلف خالص عن اللي فوق. هو قعد لك صياغه الكلام بحيث ان هو ما يكونش متاخد من الراجل اللي انا واخد منه الديسكريبشن، فانا اقدر اخد وصف الخدمه ده كوبي واحطه في الطلب بتاعي، احطه هنا اهو في وصف الخدمه بشكل امن من غير ما بقى قلقان. خد بالك من جزئيه ان الكلام ما يكونش سايح على بعضه. يعني مثلا هنا في شات جي بي تي هو عامل لك البوليتس دي، لما انا اخدت كوبي بيست هنا حاطط لك الكلام فوق بعضه. هنا حاول تحط نفسك مكان المستخدم، ما تخليش الكلام كله سايح على بعضه، وخليه سهل في القرايه علشان نسبه قبول الخدمه دي تزيد، وتلاقي عملاء كتير بيعرفوا يفهموا اللي انت بتقدمه ويختاروك بسهوله. فتبتدي انك تحسن من مظهر الكلام، تأكد ان كلامك كله ما فيهوش اي اخطاء املائيه، ما فيش اي حاجه، وخد بالك من عنوان الخدمه لانك مش هتقدر تغيره لاحقا. الديسكريبشن بيتغير، العنوان ما بيتغيرش. فركز جدا في الحاجات دي والتفاصيل الصغيره دي. هننزل تحت هتلاقي ان بيقول لك ضيف صوره لشغلك، وهنا انت لازم تلتزم بهذا المقاس. فهتعمل تمبلت وتحط فيها اللوجوهات المميزه اللي عندك. وهنا انا حاطط عامل سامبل بس علشان اوري لك الشكل بيكون عامل ازاي. هنا انت بترفع اللوجوهات اللي انت عملتها، طبعا مش صورة واحدة، ممكن تضيف المزيد. انا بالنسبة لي هنا ده ديمو بس عشان اوريكم. سعر الخدمة هنا في 5 10، ما تبقاش طماع وخليك 5. مدة التسليم بتشوف الفترة اللي انت بتقدر تعمل فيها لوجو، وهي غالبا بتكون يوم واحد معظم الناس. كلمات مفتاحية للتاج ووردز، تقدر تضيف كلمات بتدل على الخدمة بتاعتك زي شعار، لوجو، تصميم شعار، لوجو ديزاين، لوجو احترافي. تستخدمش اكتر من 5 كلمات، مش بالكتر، بالمفعول. يعني حاول ان تبقى مركز على لوجو لوجو لوجو، شعار، لوجو، بحيث ان انت كيورد تبقى خابطه في الخدمه بتاعتك مباشره، واي حد يعمل سيرش باللوجو او شعار يلاقيك. تعليمات للمشتري دي بتبقى للمشتري بعد ما يشتري خدمتك. في ناس مثلا خدماتها بتتطلب ان هو ياخد ملفات من العميل الاول، زي مثلا الناس اللي بتعمل مونتاج او بتعمل فيديو اديتنج، بيتطلب ريكويرمنتس معينه في الفيديو علشان يبتدي شغل. انت بالنسبه لك انت تقول له انا محتاج منك اسم الشركه بتاعك، محتاج منك الشعار اللي هو سلوجن بتاع الشركه بتاعك اللي هو بيتكتب تحت اسم اللوجو. محتاج مثلا اعرف الالوان اللي انت عايزها، محتاج اعرف ايه نوع اللوجو اللي انت بتفضله. الكلام ده كله هتاخده تقدر تكتبه هنا للعميل بتاعك على نفس الشكل اللي احنا عندنا فوق ده اللي هو داش، وتكتب الحاجة بحيث العميل بتاعك بعد ما يشتري الخدمة يظهر له طلباتك يبتدي يجهزها لك. طيب ايه المكسب بقى في ال5 دولار اللي انا قلت لك فوق؟ المكسب مش في ال5 دولار، مكسب في التطوير بتاع الخدمة. يعني ايه تطوير؟ يعني انت بتعمل اللوجو وهتديه للعميل كصورة. العميل طبعا اللي عايز لوجو ما بياخدش صورة، لازم ياخد سورس، لازم ياخد ملف التعديل. فانت هنا هتضيف تطوير وتكتب ملف السورس للشعار. طيب ايه ملف السورس؟ لو انا هدي لك ملف السورس هاخد مقابله كام؟ دي تقدر تطلب فيها زي ما انت عايز، بس انت في البداية افضل ان انت تخلي اسعارك قليلة لغاية ما خدمتك دي تلقى قبول كويس، وتبتدي تعلي الثمن بتاعها، فتعمل مقابل 10 دولار. وده طبعا هتختار هيزود مدة تنفيذ الخدمة ولا لا، ده ما بيزودش، فكده ده يبقى تطوير. يبقى انت كده الخدمة بتاعتك بقت في الاول ب5 بقت دلوقتي
15 لانه هيحتاج ملف السورس. ممكن تضيف تطوير تاني اللي هو مثلا تعديلات لا نهائية على الشعار. طيب ده معناه ايه؟ معناه انك هتعدله لحد ما يتبسط ويقول لك اللوجو ده خلاص يا حبيبي انا هاخده. ده ممكن تحط عليه 15، يبقى انت كده بتبيع اللوجو ب30 مع انك كاتب بره ان هو ب5، بس معظم العملاء بيحتاجوا الحاجتين دول، فهيدفع لك 30 دولار علشان ياخد اللوجو. فده اللي انا كنت بقوله لك معنى كلمة الخدمات المصغرة، ان انت خدمة صغيرة وممكن تتوب اب عليها او تبيلد اب عليها ان هي توصل معاك لسعر معقول على عدد العملاء. طبعا التعديلات اللانهائية هتزود من مدة تنفيذك للشعار، ممكن يومين، فهتضيفها كده كيومين. طبعا ممكن تضيف تطويرات تانية، ودي تقدر تشوفها من الناس اللي بيشتغلوا على الموقع القدام. ممكن تخش جوه الخدمة بتاعته وتشوف هم بيطلبوا ايه التطويرات، ايه الحاجات اللي هم بيحطوها. هتيجي تحت هنا هيقول لك حاجة اسمها تأكيد الشروط، وركز جدا فيها. هيقول لك اتأكد ان عنوان ووصف الخدمة من صياغتك انت ومش واخدها من حد، ودي لازم تتأكد فيها كويس جدا عشان الخدمة ما تترفضش. جميع الأعمال بمعرض الخدمة نفذتها بنفسي، اوعى تاخد صور من حد أو صور من عند الحاجات دي، لازم تبقى عاملها بإيدك، وهقول لك إزاي تعملها بإيدك دلوقتي، وهعمل قدامك حاجات. تالت حاجة، خدمة لا تحتوي أي وسائل تواصل خارجي، فلازم تتأكد إن التواصل مع العميل يكون داخل الموقع، واوعى تحط أرقام تليفونات أو إيميلات أو أي نوع من أنواع اللينكات اللي ممكن تؤدي لتواصل خارجي مع العميل في الديسكريبشن أو في الشات بينك وبينه. الخدمة لا تحتوي أي وسائل تواصل، هتعلم وهتعمل إضافة للخدمة، وبعدها الخدمة بتاعتك المفروض هتنزل في الليستنج هنا على الموقع، ويبتدوا الناس يشوفوها ويتفاعلوا معاها ويخشوا، وممكن يعينوك، يكلمك يتأكد من البيانات بتاعتك ويتأكد من الخدمة اللي هتقدمها له. بعد كده بيعينك تعمل له اللوجو، ولما بتعمل لوجوهات بيتكتب التقييمات اللي انت أخدتها من العملاء، وسعرك بيتكتب هنا. وكل ما سعرك كان قليل والكواليتي بتاعتك كانت عالية، تضمن انك تشتغل بسهولة جدا. والموقع ده باللغة العربية وموجه للعرب، فما فيش اي حاجز لغة. لو انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي كويس ما فيش اي مشكلة، مطلوب منك انجليزي بيزك جدا عشان تشتغل على الموقع. طبعا لو بتعرف او تعرف تتعلم انجليزي ده ضروري جدا عشان تطور من شغلك في المواقع والطرق اللي انا هشرحها بعد كده. بس موقع خمسات مميز جدا في حتة ان هو موجه للعرب، وما فيهوش استخدام كتير للغة الإنجليزي. حتى زي ما أنت شايف هتلاقي كل حاجة في الموقع مكتوبة بالعربي ومفيش أي إنجليزي. ودايما اتعلم من الناس التانية، شوف الناس اللي ماسكة المجال بتاعك على الموقع وخش جوه خدماتهم وشوف هما بيقدموها ازاي، وشوف اللوجوهات اللي هم حاطينها في موك ابس عاملة ازاي، وقلدهم. واعلى بالكواليتي بتاعتك علشان دي الناس اللي بتكسب. فالناس اللي بتكسب قلدها علشان تكسب زيهم. الناس دي عدت بحاجات كتير وتعلمت حاجات كتير، مش لازم انت تعدي بكل حاجة بنفسك، ممكن تاخد الدروس المستفادة منهم وتتعلم مباشرة من اللي هم وصلوا له في النهاية. وبعد ما تتعلم اللوجو ديزاين عن طريق كورس مجاني اللي انا هبعته لك لو كتبت لي في الكومنتس تفاصيل، هتيجي هنا على الموقع وتختار لوجو ديزاين وتضغط انتر. هيوديك على صفحة فيها أكتر من 20,000 لوجو تمبلت. دي كلها تمبلتس تقدر تستخدمها في شغلك وتقدر تعدل عليها. طبعا في منها برو وفي منها فري، يعني مثلا ده فري، ده فري، ده برو، فده محتاج انك برو ده محتاج اشتراك. الاشتراك مش غالي، ولكن في البداية افضل ان انت كل حاجة تعملها تكون ببلاش، علشان الانفستمنت بتاعك انا مش محتاج منك غير الوقت والمجهود. وبعد ما تعمل فلوس من تقديم خدمتك ابتدي انك اتعلم بقى وطور من مهاراتك واعمل اشتراكات في برامج وتعلمها، ساعتها هيكون معاك بادجت للكلام ده. طيب على سبيل المثال عايزين مثلا نعمل اي لوجو، فاللوجو ده مثلا عجبني فانا هضغط عليه. لما تضغط عليه هيطلع لك بالشكل ده ويقول لك customize this template، فهتضغط هنا هيوديك على صفحة الانترفيس ده تقدر تعدل فيه كل تفاصيل او الاليمنتس بتاعت اللوجو اللي انت اخترته. مثلا هنا ده اسمه راكيا، انا عندي مثلا شركة اسمها اركاديا،
تمام، انا كتبت الاسم بس جه على سطرين، فهبتدي ان انا اكسباند البوكس ده شويه، هتبتدي انك تحرك الكلمه دي شويه، هتبتدي انك تجيب الجزء ده كده شويه، وكل الحاجات دي هتتعلمها في الكورس اللي هبعتهولك. لو انت ما بتعرفش تصمم لوجوهات على كانفا وعايز تتعلم البيزكس بتاعته، كل ده هتتعلمه ببلاش، وكل ده سهل وبسيط زي ما انت شايفه انا عملته في ثانيتين. الكلمة دي أنا ممكن أغير لونها زي ما أنا عايز، أخليها بالألوان اللي العميل طالبها، أقدر أضيف لون جديد أو أختار من البريسيتس لو العميل ده ما عندوش أي نوع من أنواع الألوان المفضلة للبراند بتاعه، أقدر أختار النوع اللي يريحني من الألوان والتقسيمات والإليمنتس، وأقدر إن أنا أستخدم أكتر من لوجو مع بعض. بمعنى إن أنا لو الجزء ده مش عاجبني، عايز أخد مثلا الداش من هنا أو عايز أخد النقطة من هنا مثلا، فبقدر إن أنا اد ده كنيو بيج تحت ده، واخد element من هنا اعمل له كنترول سي او كوبي واحطه هنا بيست، واخد الاليمنت اللي انا عايزه من اللوجو ده واحطه في اللوجو ده، وبكده اكون دمجت الاتنين مع بعض. وبعد ما بخلص بعمل شير وبعمل داونلود للوجو بتاعي، وده كده بيكون اللوجو او الخدمة بتاعتي اللي انت بتقدر تقدمها للعميل بتاعك على موقع خمسات. وتقدر كمان تتبع الاسلوب ده انك تبيلد اب بورتفوليو او تعمل الصور اللي مطلوبة منك على موقع خمسات اللي هتبان للعملاء بتوعك علشان يعينوك. فالموقع كانفا هتستخدمه في الحاجتين دول. وفي النهاية لازم تشتغل على مهاراتك دايما، ولازم تطور من ستايلات اللوجوهات وتدرس علم تصميم اللوجو، لان ده علم واسع مش موضوع سهل وبسيط. انا بديلك مثال سهل، بس في الحقيقة انت محتاج تبذل مجهود طبعا ممكن يكون اكتر من كده علشان تطور من نفسك وعشان تتعلم حاجات جديدة، مش مجرد انك بتعمل حاجة وتاخد عليها $5. ممكن تطور من نفسك وتعمل نفس اللوجو بدل ما تعمله $5 تعمله $2000. وفي ناس بتعمل لوجوهات ب1500 و2000 دولار، فعلا انا مش بهزر. طبعا كل واحد بتختلف حسب الكواليتي وحسب خبرته، فدايما اشتغل على مهارتك تمنها يغلى. حتى على موقع خمسات في ناس بتبيع اللوجو بداية من 40 و50 دولار مش $5، لأن دول بيكونوا ناس قديمة وشغالين على الموقع بقالهم فترة طويلة. فدايما طور من نفسك وطور من علمك، هتلاقي ناتج مادي أعلى، وانت كمان هتلاقي فرص أكتر. أحب أشكركم للناس اللي كملت الفيديو للآخر، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأي حد عنده أي أسئلة في أي حاجة ممكن يسألني في الكومنتس وبرد عليها على طول. شكرا لكم ويومكم سعيد.